السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وحشتوني. النهارده معانا فيديو جديد، معانا فيديو جميل قوي هتحبوه. معانا النهارده نعمل ايه يا جماعة؟ في البفتيك الكداب. البفتيك الكداب يا جماعة ده بصي خطير، يعني عايز اقول لكم حاجة كده فوق الخيال. المهم بقى يا جماعة، تعالوا نشوف مع بعض كده في الفيديو النهارده هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين، بصوا. بصوا حاجة يعني ايه، لو جربتوها يعني هتبهركوا يعني. وهتعملي كمان حاجة حلوة لولادك وتفرحيهم، وتنفع برضو في العزومات، برضو تشرفك في العزومات. يلا تعالى نشوف بنعمل ايه في الفيديو بتاعنا. ولا نبدأ الفيديو مع بعض، نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونبدأ الفيديو. اول حاجة معايا حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة. ده نص كيلو يا جماعة من اللحمة المفرومة. عايز اقول لك النص كيلو ده هتعملي منه كمية كبيرة من البفتيك. معايا بصلة كبيرة، انا بشرها في المبشرة. معايا البهارات ملح وفلفل وبابريكا وبهارات لحمة وسبع بهارات. وممكن لو انت عايز تحط بشوية قرفة برضو براحتك. المهم، هتجيبي اللحمه المفرومه زي ما انت شايفه. هنحط بقى ايه معاها؟ البصله اللي احنا البصله دي يا جماعه، نسيت اقول لكم اللي احنا بشرتها في المبشره، او ممكن تعملها في الكبه. وتحط عليها شويه ملح وتسيبها شويه على جنب تنزل ميتها. وبعدين تعصريها من الميه بتاعتها خالص على جنب. هتاخدي الميه الواحده والبصل لوحده. تاخدي بس البصل وتسيبي الميه. والميه تسيبيها ايه على جنب، هنستعملها دلوقتي. هنحط بقى ايه على البهارات والبصل؟ هنحط ايه؟ هنحط شويه بقسماط، حوالي معلقتين من البقسماط. عشان تمسك معانا اللحمه. هنعجن بقى كل المكونات دي كلها مع بعض زي ما انتم شايفين. بس اهم حاجه بقى في المرحله اللي جايه دي يا جماعه العجن. اعجني براحتك بقى. انا هعجنها شويه بايدي، وبعدين هكمل عجنها في الكبه. لو انت ما عندكيش كبه هتعملي ايه؟ تقعدي تعجني بقى، حطي طاقتك كلها في العجن بقى براحتك بقى. تقعدي بصي، حتى لو قعدتي بص اقول لك ايه، ربع ساعه يا ستي بصي براحتك يعني. اهم حاجه العجينه تبقى ناعمه معاكي خالص، دي اهم مرحله. لو انت ما عجنتهاش كويس جدا هتبقى عامله معاكي زي الكفته. احنا عايزينها تبقى شبه البفتيك، دي اهم مرحله. احنا عايزينها تبقى كانك شايره بفتيك، اللي هو العادي بقى، اللي هو اللي باللحمه الستيك. خلاص. انا كده خلاص عجنت كل اللي عجنتها كويس يعني بايدي. وبعد كده هكملها في الكبه زي ما قلت لكم. يعني ايه، مش هاخد في الكبه كتير يعني، حوالي ضربتين يعني في الكبه، مش كتير يعني. ويعني انتوا تشوفوا كمان، انا هحطها في الكبه دلوقتي هعملها على مرتين. يعني هاخد جزء وبعدين اعمل الجزء التاني. وبعد ما هطلعها كمان هديلها برضو كمان عجن كمان بايديا، بحيث ان انا الم العجينه ايه بايديا، اللحمه يعني. زي ما انتوا شايفين. طبعا عايز اقولك بقى، لو انت وصلت لغايه فيديو لغايه كده، ما تنسيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت اول مره تشوفي قناتي، عايز اقولك ان انت نورتيني وشرفتيني. ما تنسيش بقى باللايك الجميل بتاعك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك ايه اي فيديو بنزله جديد يوصلك. وكومنت حلو منك كده، عشان ايه يحفزني ويشجعني ان انا ايه انزلكم فيديوهات اكتر واكتر. زي ما انتم شايفين، انا بضربها اهو في الكبه. اهم حاجه تنعميها في الكبه، ما تخافيش يعني، كل ما تنعم كل ما تبقى احسن معاكي. خلاص اهو. انا ضربت الكميه الاولانيه كده، كنت بوريكم اللحمه. طبعا مكه كانت واقفه جنبي وعايزه تعمل هي وتشتغل معايا. اقول لها يا مكه مش هينفع، يا مكه ما تسمعش الكلام، واقفه جنبي وعايزه تعمل ايه في الكبه، وعايزه تعجن هي معايا في اللحمه. وبصوا آه عايزه تشارك يعني. المهم، حطينا بقى ايه بلم بقى دلوقتي الجزء الاولاني من اللحمه، احط الجزء التاني. احط بقى الكميه التانية زي ما انتم شايفين. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه عشان ايه، لو انت اول مره تشوفي الفيديو او تشوفي يعني الوصفه، تستفادي من كل حاجه انا بعملها معاكي. يعني همشي معاكي واحده بواحده، هقولك على كل حاجه عشان تبقى ماشيه معاكي مظبوطه وتطلع معاكي مظبوطه. لان طبعا البفتيك الكداب برضو عايز سياسه شويه، وعايز ان انت تكوني ايه عامل خطوات مظبوطه عشان تنجح معاكي. مكة اللي كانت ماسكه الكبه دلوقتي وقاعده ايه تشغلها.
زي ما انتم شايفين يا جماعه كده خلصت برضه بقى الكميه التانية، وكده خلصت الكميه كلها. وزي ما انتم شايفين عايزه بقى عشان الم العجينه بقى هعمل ايه، هحط شويه زيت صغيرين، وحسيت برضو ليا لسه عايز شويه بقسماط، زودت لها شويه بقسماط كمان، بس مش اكتر من كده. خلاص يا جماعه الزيت ما بانش في الفيديو، يعني كنت حاطط شويه زيت بس ما جاش في الفيديو يعني، بس انا قلت لكم عليه عشان اقول لكم على كل حاجه انا عملتها. شويه زيت صغيرين هيلم بينا ايه، هتلم معاكي العجين اللي في اللي يعني اللحمه اللي في ايدك هتطلع معاكي، وبصوا هتخلي العجينه كلها بقت ناعمه وطريه معاكي. خلاص زي ما قلت لكم انا حطيت ايه شويه هحط بقى دلوقتي في المرحله اللي جايه دي احط شويه ايه بقسماط. طبعا مكه كانت بتكلمني وكانت مدبخاني وما كنتش عارفه اعمل حاجه منها، فكنت ساعتها كنت ملبوخه معاها يعني، زي ما انتم شايفين كانت قاعده تكلمني. فانا كنت بقى رحت بقى ايه اغسل ايديا عشان ايه كنت عايزه اجيب شويه بقسماط واحط قلت لكم شويه زيت، فقلت بغسل ايديا الاول وبعدين ايه اكمل بقى بقيه الايه الوصفه. زي ما انتم شايفين اهو كنت غسلت ايديا، حطيت بقى شويه زيت بس ما جاتش معايا في الفيديو، وهنزل وحبه بقسماط صغيرين، وهلم العجينه بقى معايا زي ما انتم شايفين. بعد ما نخلص بقى عجن ونلم العجينه معانا هنكورها الكور. انا كنت بوريكم العجينه اهي، شوفوا الانسجه بتاعتها بقت دي اللي احنا عايزينه بقى يا جماعه. خلاص هنعمل بقى نكورها الكور بقى زي ما احنا عايزين، كور صغيره كور كبيره زي ما انت عايزه بقى، بس يستحسن انت ما تعملهاش كور كبيره، خليها وسط عشان تطلع معاكي شكلها حلو وتطلع معاكي حلو. هتجيبي معاكي بقى ايه كيس تلاجة، وهتجيبي صينيه حلوه كده وهتفردي عليها، يعني كيس التلاجة هتقسميه نصين، تحطي النص يعني حطي ايه تفرديه نص، تحطيه جزء على الصينيه وجزء التاني ايه تسيبيه عشان تحطيه على الوش الطبقه التانية. زي ما هتشوفوا معايا هتجيبي برضو كيس تاني من التلاجة وهتفردي برضو تفتحيه برضو بالمقص كده، وتقومي بقى جايبه الايه هتعملي بقى ايه قطعه لحمه تعمليها كور زي ما قلت لكم، ما تبقاش كبيره، تبقى وسط، تبقى وسط يعني. وبعدين هتعمليها زي ما انا بعمل دلوقتي، هتقومي جايباها بتحطي فوق منها كيس التلاجة زي ما انت شايفة. ممكن بقى تدهني كيس التلاجة ده، ممكن تدهنيه ببصل او بزيت عشان تبقى سهلة معاكي، بس انا عشان يعني انا متحكمة يعني وانا بعمل فما عملتش. بس لو انت لسه مش خايفة او ما انتش عارف خايفة تبوظ منك او حاجة، ممكن تعمليها بزيت او بايه، بس انا كمان حاطة في العجينة زيت فعشان كده ايه سهلة معايا. لو انت ما حطيتوش بقى ممكن تحطي بقى على الكيس زي ما انت شايف. خلاص عملت اول واحده اهي، هعمل معاكم كمان واحده واكمل بقى الباقي في بره الفيديو. زي ما انتم شايفين انا بكور كور اهي، وببل ايديا بقى وانا بكور اللحمه، ببل ايديا من ميه البصل واعمل منها، وانت بتعملي تبلي ايدك ميه بصل تدي طعم حلو يعني ايه في اللحم. تعملي بقى وانت بتفرديها كده، بتعمليها بشكل عشوائي بقى بحيث هي تطلع معاكي نفس الشكل بتاع البفتيك، فاهماني؟ تطلع معاكي نفس الشكل، ما تعملهاش بقى ايه شكل معين يعني مستوي يعني حاجه شكلها مساوي بعضه، لا اعمليها عشوائي يبقى بصوا ملهاش شكل يعني، بحيث ان هي تبقى شبه البفتيك اللي هو اللي باللحمه، البفتيك اللي هو التاني اللي هو الستيك يعني. خلاص وكده عملت كمان واحده اهوت هحطها جنب التانية. وبعد ما اخلص انا كده هخلص بقى الرصه ديت، وبعدين اقوم حاطه فوقها كيس زي ما انتم شايفين اهو، بوريكم يعني انا احطه بقى كمان فوقها كيس كده، واقوم بقى عامله الطبقه التانية. تعملي بقى طبقات بين كل طبقه والتانية بتحطي كيس، واما تيجي تحطيه في الفريزر بقى. كنت انا بقى زي ما انتم شايفين عملت كل الكبر اهي، قلت بقى اعملهم كلهم مره واحده وبعدين ايه افرد بقى اللحمه زي ما انت شايفه اهو. بس حاولي بقى انت تفرديها قوي بحيث يعني ترققيها، ما تخليهاش تخينه علشان تطلع معاكي شبه اللحمه الستيك بالظبط، ما تبقاش شبه الكفته. احنا مش عايزينها كفته، احنا عايزينها لحمه اسمها ايه، اسمها بفتيك، اسمها بفتيك، فاحنا عايزينها شبه البفتيك، لحمه البفتيك. فانتي ما تخنيهاش، خليها رقيقه، كل ما ترققيها كل ما تطلع معاكي احسن. لان طبعا انت لو سبتها تخينه هتبقى عامله زي معاكي زي الكفته. بس بالراحه ايه وانتي بتضغطي عليها.
حاولي بقى ايه بالراحة كده وانت بتشيليها، عارفة عايز سياسة يعني. وتحطها بقى، تخلصي الكمية كلها وتعملي طبقات زي ما انا قلتلك، بين كل طبقة والتانية هتحطي كيسة وتحطها في الفريزر بقى. قبل ما تشتغلي فيها يا جماعة تكون مجمدة. بس انا بصراحة في الفيديو دوت انا كنت النور قطع عليا، وطبعا قعدت في الفريزر ساعتين بس ما لحقتش تجمد مني. فكانت ايه يعني ايه كانت سقعانة بس كده، ما كانتش مجمدة بصراحة. بس انا كنت يعني ايه بسايس وانا بعملها في البقسماط والدقيق والبيض، كنت بسايس فيها بصراحة يعني، كنت بالراحة خالص وانا بعملها. فانت عشان ما تبصي منك وتبقى ايه تعرفي تتحكمي فيها، يعني انا عرفت اتحكم فيها، انت ممكن ما تعرفيش تتحكمي فيها، بقى تعملي ايه؟ لازم تحطيها في الفريزر تكون مجمدة. يعني ممكن تعمليها بالليل، ممكن تعمليها اول ما تقومي من النوم بس وتسيبيها لما تيجي تستخدميها للاكل. إيه، فانصحك نصيحة يعني انت ما تعمليهاش لازم على طول، لازم تكوني ايه حاطاها في الفريزر شوية. يعني هي عايزة، هي عيبها بقى كده ان هي عايزة تتحط في الفريزر شوية، بس النتيجة روعة. هتحطي بقى ايه نيجي بقى عشان بقى خلاص كنا حاطينها بقى في الفريزر بقى. طبعا شايفه النور قطع عليا، فانا بصوركم دلوقتي والنور مقطوع. جبت معايا بيضتين، معايا بقى بقسماط، حطيت على البقسماط ايه فيجيتار وفيجيتار حار، يعني فيجيتار عادي وفيجيتار حار. بحط شويه من ده وشويه من ده، بيدي طعم جميل قوي يعني، بصوا خطير. هتقلبي كله مع بعضه. ممكن عايز تحطي شويه نشا برضو براحتك، بس انا هحطش نشا. لو انت يعني عايزه هي ممكن تحطي فيها يعني شويه نشا صغيرين، بس انا نسيت يعني ما بحط. المهم يا جماعه هتقلبي كله مع بعضه، وهتجيبي بقى شويه برضو دقيق. يبقى انا عندي حاجات اللي هنحط فيها المراحل ايه اللي هي دقيق وبيض وبقسماط، دقيق وبيض وبقسماط. خلاص زي البانيه بالظبط يا جماعه، وزي ما بنعمل بفتيك العادي. دي اللحمه اهي كانت يعني عارفه لو كانت قعدت ساعه كمان كانت هتبقى مية مية، بس النور قطع عليا. هي كانت دخلت خلاص ان هي تجمد شويه، فعلا هي لو كانت قعدت ساعه كمان كانت هتبقى جميله يعني. بس انا الحمد لله ظبطتها ويعني بالراحه كده ايه معاها يعني، سيستها زي ما بيقولوا. المهم عملتها في الدقيقه زي ما انتم شايفين، وبعدين هرجع احطها بقى في البيض، وبعدين احطها في البقسماط زي ما قلت لك. اهم حاجه تحطها في الفريزر شويه، متشتغليش فيها على طول. انا عشان انا عرفت اتحكم فيها فاشتغلت بيها، والحمد لله أنا ايه ما جرالهاش اي حاجه. بس عايزه اقول لكم ان هي كانت يعني ايه طريه معايا خالص، وكمان لما قعدت في الحر بقت طرت اكتر يعني. بصوا اهي، وبالشوكه بقى بشيلها بالراحه. بصوا عايزه السياسه بالراحه خالص، بس طبعا انا مسرعه الفيديو فمش باين معاك ان انا كنت ماشيه بالراحه. فتضغطي بقى على البقسماط زي ما انت شايفه. اهم حاجه يا جماعه تضغطي على البقسماط وانتي بتعملي كده. كنت خلصت الكميه الاولانيه زي ما انتم شايفين. ممكن بقى تعمليها كده وتريحيها شويه في التلاجة كمان. بس طبعا زي ما قلت لكم النور مقطوع ومفيش وقت، وعايزين الاولاد عايزين ياكلوا يعني نعمل ايه. فالمهم يا جماعه حطيت بقى شويه زيت حلوين. بس اهم حاجه يا جماعه تحطي زيت يكون سخن ما يكونش بارد، اهم حاجه زيت سخن. وهتنزلي بقى زي ما انت شايفه، زي ما بتقلي بقى البانيه العادي بتاعنا او البفتيك العادي بتاعنا، هتحمريه من الجنبين زي ما انت شايفه. عايز اقول لكم كان خطير اهو. كده خلاص كنا خلصنا بقى ايه الكميه الاولانيه، وبعمل في الكميه التانية زي ما انا لسه قلت اوريكم وانا بحمرها. زي ما انتم شايفين ما خدش مني وقت، وهي طبعا بتستوي بسرعه ما بتاخدش وقت في السوا، يعني في ثواني كانت تتحمر معانا. وكمان نسيت اقول لكم تهدوا النار عليها، ما تخليش النار عاليه يا جماعه. طبعا انا كنت احتاجت كمان بيضتين، يعني طبعا كانت كميه كبيره فانا حطيت كمان بيضتين كمان، يعني الكميه ديتي اخدت معايا 4 بيضات مش 2، 4. لاني كانت ما شاء الله اللهم بارك الكميه كانت حلوه يعني، فاخدت معايا 4 بيضات. انما لو كميه اقل من كده تاخد معاكي بيضتين، يعني لو انت عامله ربع كيلو من اللحمه تاخد معاكي بيضتين ان شاء الله. زي ما انت شايفه اهو بقى بضغط على البقسماط زي ما انت شايفه اهوت. يبقى دقيق الاول وبعدين بيض وبعدين بقسماط. اهم حاجه يا جماعه المراحل دي. خلاص كنا خلصنا اهو القليه زي ما انتم شايفين، كنا قلينا الكميه يعني معاش الكميه الاخرانيه. وبكده كنا خلصنا القليه اهو خلاص. كنت عامله جنبها مكرونه سباكيتي زي ما انتم شايفين. ده الشكل النهائي. جربوها يا جماعه والله جميله قوي. لو جربتوها هتقولوا عندك حق طعمها خرافه، احلى من البفتيك والله العادي بتاعنا.
ولا تكلفة ولا حاجة مكلفة ولا حاجة. بنص كيلو من اللحمة عملنا كمية زي ما انتم شايفين تأكل عيلة كاملة. ما شاء الله اللهم بارك. عايز اقولك تحفة تحفة تحفة. جربيها وانت هتدعيلي. وريت لو جربتي قولي في الكومنتات ايه رأيك فيها. ولو عجبتك اكتبي لي كومنت حلو كده ولايك واشتراك. انا بوريك يعني ايه ان هي كانت ما شاء الله جميلة من جوه. وهوريكي كمان بعد ما وانا بقطعها زي ما انتم شايفين كده. بوريك يعني شكلها من جوه عامل ازاي. شوفوا تحفة. كأنك عاملة بالظبط البفتيك العادي. كأن لحمة بفتيك يعني بجد ما شاء الله اللهم بارك. ما تنسينيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعايزه اقولك اللي انتي نورتي القناه وشرفتيني بشوفتك يعني للقناه و... وياريت تجربيها زي ما انتم شايفين. يلا اقولكوا باي باي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.